في الكام يوم اللي فاتوا ظهر اسم دكتور مصري بشكل مفاجئ. كان اسمه الدكتور ضياء العوضي، والتخصص بتاعه التخدير والرعاية المركزية، وكان عضو هيئة تدريس في كلية الطب بجامعة عين شمس. ده طبعا قبل ما يسيب المسار التقليدي بتاعه ويتجه للسوشيال ميديا ونشر الفيديوهات اللي كانت بتتكلم عن التغذية. لكن اللي خلى اسمه ينتشر الفترة الأخيرة مش شغله وبس، ولكن بكلامه اللي كان عند بعض الناس غريب، وده اللي خلى الناس تسمع ليه. في ناس صدقته، في ناس هجمت. كان بيقول ان المشكلة مش في الامراض نفسها، ولكن المشكلة في الأكل اللي احنا بناكله. وقدم فكرة سماها نظام الطيبات. نظام بيقسم الأكل لنوعين: أكل طيب بيساعد الجسم على التعافي بنفسه، ونوع أكل تاني بيسبب الأمراض المزمنة والالتهابات. ولكن كان بيطرحه على إنه وسيلة لعلاج أمراض كبيرة ملهاش علاج، زي المرض السكري والسرطان. وده كان بس عن طريق تغيير نوع الأكل اللي احنا بناكله. مع انتشار كلامه بدأ الجدل. ناس شافت فيه أمل، خصوصا إن كلامه كان بسيط ومباشر، وبيقدم حل بسيط اللي هو غير أكلك وجسمك هو اللي هيصلح نفسه بنفسه. طبعا في ناس مختلفة معاه. طيب السؤال، هل هو شخص سابق عصره ولا نموذج لطب غير علمي؟ لكن بعدها القصة خدت طريق تاني. في ابريل 2026 تم اعلان وفاة الدكتور ضياء العوضي، ووقتها كان موجود في دبي. الواقعة في البداية كانت غامضة وخلت ناس كتير تسأل، هل الوفاة كانت طبيعية ولا في سبب تاني؟ خلي بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امر كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى مت اعرفوا ان انا اتقتلت، مش انتحرت. مش حاجه اسمها ان انا ضياء العوضي ينتحر. انتهت. حطها في بالك، الحق حاجه واحده، لا اله الا الله، مش قول، فعل. ولا اله الا الله يعني ايه؟ قول الحق في وقت الفتنه. في ناس بتقول انه تم اغتياله. طيب اغتالوه ليه؟ ايه السبب؟ يردوا عليك يقولوا لك انه بسبب لما كان بيتكلم عن شركات الادويه والفساد اللي بيحصل فيها. الله اعلم. وفي كلام كتير بس للاسف ما لهوش دليل، وما زال جزء كبير منه مجرد اشاعات. لكن القصه هنا مش بس عن دكتور، شخص خرج عن الاطار التقليدي وقدم افكار جذبت ناس كتير، وطبعا اترفض من ناس اكتر. فين مؤيد شايف ان هو بيقدم حل، ومعارض شايف ان هو بيقول معلومات ممكن تضر الناس. وفي النهاية الدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه ساب وراه تأثير، سواء اتفقت معاه أو اختلف. لكن الحقيقة الأهم إن الطب مش رأي، الطب مصدر حياة لينا، إن أي معلومة عن الصحة لازم تتقاس بدليل مش بالانتشار، لأن في زمن السوشيال ميديا مش كل صوت عالي يبقى صح. وأخيرا يا سيدي المشاهد، أتمنى منك تدعي للدكتور ضياء العوضي بالرحمة. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، يرحم أمواتنا المسلمين جميعا ويسكنهم فسيح جناته. وما تنساش تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، علشان كلنا نخش الجنة بإذن الله. ولو ما عملتش لايك يا ريت تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان أي فيديوهات جديدة توصلك بإذن الله. وبس كده، أنا فيديو جديد، والسلام.